السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets from second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 3 من الموسم الجديد من قصص ميز. الواحد ممكن يكون فكر إنه سمع كل قصص السفاحين والقتلة المتسلسلين قبل كده، تفاصيل المروعة والأحداث الدرامية اللي بتخلي قلبك يقف. بس القضية بتاعت النهاردة مستواها في حتة تانية. اسم حلقة النهاردة القاتل المتسلسل صاحب الأعوام الثمانية. ومن غير ما أطول عليكم، يلا بينا نبدأ. مدينة سهار الهندية هي موطن لكتير جدا من الناس اللي بيتعبوا على مدار الساعة علشان يقدروا يجيبوا لقمة عيشهم في حر الهند اللاهب. بس طبعا مرتباتهم كانت مش كافية عشان يقدروا يدعموا أسرهم. الحياة صعبة في المدينة، بس حاجة واحدة هي اللي بتخليهم يستمروا: الأطفال. القرية كانت مليانة بالصغار، وكانوا بيجيبوا شعور الفرح والنور للمجتمع الصغير ده. كانوا طول الوقت بيلعبوا مع بعض، وألعابهم دي ما كانتش مجرد تسلية ليهم بس، إنما كانت بتفرح الناس اللي في القرية. ولأن حجم القرية صغير، فالعائلات كانوا مترابطين جدا مع بعض وكلهم عارفين بعض، وكانوا بيتكاتفوا مع بعض في الأوقات الصعبة. وواحدة من أكبر العائلات في القرية دي هي عيلة سادة، واللي كانت منتشرة في كل أنحاء القرية. كان عندهم أولاد عم وخالات وعمات، كلهم جيران. وما كانش حد منهم محتاج يمشي بعيد في القرية عشان يلاقي واحد من قرايبه. أطفال عيلة سادة بيحبوا يلعبوا مع بعض في الشارع زي باقي الأطفال، ومن ضمنهم كانت بنت صغيرة عمرها 6 سنين. كانت بتخرج كالعادة تلعب مع ولاد عمها. بس في يوم من الأيام وبعد ما انتهت من اللعب، ما رجعتش البيت. وبدأت العيلة تدور عليها، ولكن الأيام كانت بتمر من غير ما يلاقوها. ولأن عيلة سادة طبعها متحفظ، فباقي سكان القرية ما كانوش بيحبوا يلحوا عليهم ويسألوهم هل لقوها ولا لسه، وكانوا سايبينهم في مشكلتهم، وكانوا بيحترموا حدودهم. ولكن بعد فترة قصيرة من اختفاء البنت، اتولدت بنت تانية للعيلة. ولكن زي أختها، بعد فترة قصيرة هي كمان اختفت. العيلة كانت في حالة من الهستيريا، والقرية كلها كانت في حالة صدمة. ازاي حاجة زي كده تحصل تاني؟ الأم اللي لسه والدة بنتها لقت إن بنتها اتخطفت، وكان من الصعب عليها إنها تصدق إن ده ممكن يحصل لها مرتين. وما كانش في تفسير واضح للحوادث الغريبة اللي بتحصل. ولأن العيلة متحفظة، فما كانوش بيحكوا لأي حد عن حواراتهم الخاصة حوالين الموضوع، وما كانوش بيحبوا حد يتدخل في حياتهم. لكن كل الناس اللي حواليهم كانوا واقفين عاجزين تماما عن فهم اللي بيحصل للعيلة. إزاي العيلة بتتصرف كده بعد ما بنتهم التانية اتخطفت؟ وبدأ الناس يلاحظوا إن ما كانش فيه علامات من الحزن أو الحداد عند أفراد العيلة. ما كانش فيه أي دموع، وما كانش فيه أي حد بيحكي عن البنتين الصغيرين، كأنهم اختفوا من الوجود تماما. وبدأت الناس تتساءل ليه العيلة بتتصرف كده. بس اللي محدش كان يعرفه إن الأسوأ كان لسه مجاش. المأساة رجعت ضربت القرية تاني في سنة 2007. المرة دي الضحية كانت بنت صغيرة عمرها 6 شهور. بس المرة دي ما كانتش من عيلة سادة، كانت بنت صغيرة بريئة اسمها كوشوبو. ولأن والدتها دايما شغالة ومفيش مكان تودي فيه بنتها، فكانت بتوديها لمدرسة القرية الابتدائية كنوع من أنواع الحضانة. بس في يوم من الأيام ولما رجعت الأم من الشغل عشان تستلم بنتها، لقت نفسها في كابوس. كوشوبو كانت اختفت. وبسرعة الأم بقت في حالة هستيرية، وقررت تبحث عن بنتها بأي طريقة ممكنة. ومن غير أي تردد ولا تفكير بدأت تجري في كل حتة وتدور على بنتها في القرية. وكانت بتسأل كل واحد بتقابله عن بنتها الصغيرة. كانت يأسة لأي معلومة حتى لو كانت بسيطة. بس للأسف ما كانش في أي حد عنده معلومة أو فكرة عن اللي حصل للبنت. الموظفين في المدرسة اللي كوشوبو كانت فيها آخر مرة قبل ما تتخطف كانوا مش عارفين يفسروا ازاي الطفلة اتخطفت من عندهم من غير ما حد ينتبه. وبالنسبة لأفراد القرية فكان واضح بالنسبة لهم محاولات أم كوشوبو إنها تدور على بنتها،
واللي كانت أكتر بكتير من محاولات عيلة سادة إن هم يلاقوا بناتهم. في الوقت ده أم كوشوبو راحت لحد من أفراد عيلة سادة وشرحت لهم الوضع وقالت لهم اللي حصل لبنتها وإنها اتخطفت. وبسرعة أفراد العيلة راحوا مع الست لمركز الشرطة وقدموا بلاغ عن الطفلة المفقودة، وهناك قدموا للشرطة كل التفاصيل اللي عندهم عن كوشوبو. العيلة هنا قالت للشرطة على اسم واحد من المشتبهين فيهم اللي هم شاكين إن هو ممكن يكون ورا اللي حصل أو حتى يعرف أي حاجة. وبسرعة اتحركت السلطات للقرية الصغيرة عشان تدور على المشتبه بيه ده. ولما وصلوا بدأوا يتجهوا ناحية مجموعة من الأطفال اللي كانوا بيلعبوا في نفس المكان كل يوم. وهنا بيتضح إن العيلة كانت مشتبهة في طفل، أو تحديدا بيقولوا إن هو ممكن يكون عارف حاجة. وبسرعة نادوا الطفل ده من وسط الأطفال عشان يسألوه لو يعرف حاجة عن اللي حصل. كان من الواضح إن الطفل مرتبك ومشتت، ومجرد ما سألوه لو يعرف أي حاجة عن اختفاء كوشوبو بدون تردد قال آه. وطبعا في الوقت ده كل أهالي القرية كانوا اتجمعوا حوالين المنظر ده. رجال الشرطة بيسألوا الطفل، كل الناس كانوا حابسين أنفاسهم، والطفل كان بيتكلم. كانوا مستنيين إن هو يقول آخر مرة شافها فين أو إنه شاف حد بيخطفها، ولكنه صدم الجميع. بعيون مصممة الطفل اتكلم بثبات وقال للظابط على طول إن كوشوبو ما اتخطفتش، وده لأنه هو قتلها. الأهالي اتجمدوا في دهشة وكانوا مش مصدقين اللي بيسمعوه. اعترافات الطفل كانت بتتجاوز خيال أي شخص. في البداية الشرطة حاولت تتجاهل كلام الطفل على أساس إن هو بيحاول يهزر أو يضيع وقتهم، ولكن مع الوقت اتحولت شكوكهم ليقين لما الطفل خدهم للمكان اللي حاول يخفي فيه جثة الطفلة الصغيرة. ولما وصلوا لموقع الجريمة كلهم كانوا في حالة صدمة. لقوا جثة الطفلة موجودة في مكان ومرمي عليها تراب في محاولة لإخفاء جثتها. وهنا تحول كلام الطفل من مجرد هزار بالنسبة للشرطة لحقيقة، وبدأ يروي للشرطة قصة مرعبة عن إزاي قدر يختطف كوشوبو من المدرسة من غير حد ما يلاحظهم. قال لهم إن هي كانت عارفاه وكانت بتلعب معاه، وجه من المدرسة واستدرجها وبعد كده وداها لمنطقة نائية، وهناك بدأ يخنقها في محاولة منه إنه يثبت سيطرته. ولكن الطفلة كانت مستمرية في البكاء، وده اللي خلاه بقى غضبان أكتر. فخد حجر من الأرض وبدأ يضرب الطفلة العاجزة بيه لحد ما ماتت. الضباط ما كانوش مصدقين الرعب اللي كانوا بيسمعوه. الولد كان بيضحك للبوليس وهو بيتكلم، قال لهم إنه ضربها على راسها أكتر من مرة. اللي يشوفه من بعيد كان يقول إنه طفل بريء، ولكنه في الحقيقة كان بيحكي للضباط عن جريمة قتل بشعة لطفلة رضيعة مسكينة ما عملتش أي حاجة غلط. كل الأحداث البشعة اللي بيحكيها كانت صحيحة، وما كانش بيبنيها على خياله ولا حتى كان بيحاول يتفاخر قدام صحابه بيها. وبسرعة فهمت الشرطة خطورة الموقف وبدأوا ياخدوا إجراءاتهم ضد الولد ده. الولد كان أصغر مجرم شافوا اسم الشرطة في المكان ده، وكان قاعد قدامهم كطفل بريء مش باين عليه إنه مجرم، ولا حتى كان بيتصرف زي بقية المجرمين اللي الضباط متعودين عليهم. في الاسم الولد كان قاعد على كرسي وبيحرك رجليه وقاعد هادي وبيبتسم للضباط لما يبصوا عليه. المفتشين اللي بدأوا يحققوا معاه واللي كان اسمهم شاتريك وكومار كانوا محتارين ازاي الولد ده كان قادر يعمل جريمة بشعة بالشكل ده. وفي وسط التحقيق الولد طلب منهم يجيبوله بسكوت، وكأنه مش فاهم مدى خطورة اللي هو عمله أو مفهوم الموت والعواقب لأفعاله. الضباط كانوا بيدوروا على سبب للي عمله ده وبيسألوه ليه عمل كده، بس الولد ما كانش عنده أي جواب.
كان بيبتسم ببساطة وكأنه ما عملش أي حاجة. الولد الصغير ده كان عنده 8 سنين واسمه إمرجيت سادة، واللي من عيلة سادة، واتولد في سنة 1998 في مدينة باجوستراي بيهار في عيلة فقيرة. والده كان عامل بالأجر وكان أجره منخفض جدا. ولما كان عمر إمرجيت 7 سنين اتولدت أخته الرضيعة، والعيلة في الوقت ده بقى عددهم 4 أشخاص. هنا بقى من الصعب على العيلة إن هم يعيشوا بالدخل البسيط ده، فقرر الوالد إن هم يتنقلوا لقرية سهار اللي حصلت فيها الأحداث. كان إمرجيت طفل هادي وعادي جدا زي أي طفل تاني. وبعد التحقيقات الشرطة اكتشفت إن اختفاء البنتين من عيلة سادة ما كانتش مجرد صدفة، واتضح إن إمرجيت هو اللي قتلهم بوحشية في سنة 2006. ولما اختفت بنت عمه اللي كان عندها 6 سنين، كان إمرجيت في الوقت ده عنده 7 سنين، وهو اللي تسبب في قتلها، وقتلها بنفس الطريقة الوحشية اللي قتل بيها آخر ضحية ليه. خد بنت عمه لمنطقة نائية وخنقها، وكانت البنت بتحارب عشان حياتها، كانت بتصرخ وبتحاول تجري، ولكنه فضل ضاغط أكتر على رقبتها. وبالرغم من الحالة الصعبة اللي كانت فيها إلا إن إمرجيت ما انتهاش، فجاب صخرة كانت جنبه ودمر راسها بيها لحد ما ماتت. وهنا بيتضح إن في نمط معين الطفل ده كان بيقتل بيه. وبعد فترة قصيرة من اختفاء البنت ومن تدوير القرية كلها عليها، العيلة عرفت عن اللي ابنهم عمله، ولما سألوه اعترف بسرعة، والعيلة كلها عرفت الجريمة بتاعته، ومن ضمنهم والد البنت وعمه. ولكن لسبب ما العيلة قررت تسكت. العيلة اعتبروا إنها مسألة عائلية، وإن هما المفروض يخلوا الموضوع لنفسهم وما بينهم وما يورطوش أي حد من بره تاني، واختاروا حماية الولد. وبعد ما اتكلموا معاه وهددوه إنه ما يعملش كده تاني أبدا، بدأوا يرجعوا لحياتهم الطبيعية. وده كان القرار اللي بسرعة ندموا عليه. المرة دي كانت الضحية الجديدة هي أخته الصغيرة اللي لسه مولودة، الضحية التانية. وفي واحدة من الأيام وبعد ولادة أخته الصغيرة، والدتهم حطتها في سريرها عشان تنام، وبعد كده هي راحت نامت. وهنا دخل إمرجيت أوضتها وخدها من البيت ووداها منطقة نائية، وارتكب جريمته بنفس الطريقة. وكان كده في خلال 6 شهور إمرجيت ارتكب جريمتين وقتل طفلتين. ولما العيلة عرفت إن بنتهم التانية اتقتلت، راحوا لإمرجيت وهو اعترف بسرعة. وبالرغم من ده إلا إن العيلة فضلت محتفظة بالسر. ولكن لما الضحية الأخيرة كوشوبو اختفت، كانت الظروف المرة دي مختلفة. كوشوبو ما كانتش فرد من العيلة، وهنا العيلة ما كانتش تقدر تحفظ السر أكتر من كده. ولأن أم كوشوبو كانت هتعمل أي حاجة عشان توصل اللي حصل لبنتها، فالعيلة ما كانوش هيقدروا عليها. وبسرعة انتشرت الحقيقة في القرية وكلهم عرفوا عن إمرجيت. الشرطة احتجزت إمرجيت في الحبس الاحتياطي، ووفقا لقانون الهند فكان إمرجيت صغير جدا عشان يتعاقب على جرايمه. ونتيجة لده تم إرساله لدار للأحداث، وهناك حطوه في عزل منفرد. واكتشف خبراء الطب النفسي اللي كانوا بيعالجوا إمرجيت إنه بيستمتع بإيذاء الآخرين وبيعاني من اضطراب سلوكي اسمه اضطراب السلوك. الاضطراب ده ممكن إنه يخلي الأطفال يصبحوا معادين للمجتمع، وبيؤدي لأعمال عنيفة زي القتل والاعتداءات. وعلى أمل إن السنين اللي عدت على إمرجيت في دار الأحداث وخضوعه للعلاج إنهم كانوا ساعدوه، فتم تحريره وهو عنده 18 سنة. وحاليا إمرجيت عايش ما بينا باسم جديد وشخصية جديدة عشان محدش يعرف يتعرف عليه. وبما إنه اتولد في سنة 1998، فحاليا في سنة 2023 هو عنده 25 سنة. السؤال المهم، هل إمرجيت اللي عنده 25 سنة حاليا هو نفس الشخصية اللي ارتكبت الجرائم البشعة دي وهي عندها 8 سنين؟ قضية إمرجيت سادة هزت الهند كلها، وكانت من أكتر القضايا الصادمة والمخيفة في الهند.
ممكن نتساءل عن الأسباب اللي دفعت طفل زي ده عشان يرتكب الأفعال البشعة دي، وأيا كانت الإجابة ففي حاجة واحدة بس مؤكدة، إن إمرجيت سادة هيفضل من أشهر القتلة متسلسلين في التاريخ. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، أنغامي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.